دعونا نطن في صمت. ايه؟ انت بتقولي ايه؟ ايوه، انا بقول دعونا نلطم في صمت. انت بتوجهي كلامك لمين يا ريهام؟ انا بوجه كلامي لكل حد ليه علاقة بالثانوية العامة، سواء كانوا طلبة، اولياء امور، مسؤولين، سواء كان في وزارة التربية والتعليم او في وزارة التعليم العالي، وكمان الاعلاميين. ليه؟ هقول لكم ليه. يا سادة يا كرام، عشان اللي معرفش يعرف ويبلغ الناس اللي ما تعرفش كلها إن طب أسيوط السنة دي انفردت بحدث تاريخي أول مرة يحصل في تاريخها وفي تاريخ الجامعات المصرية، وهي إن طلبة سنة أولى طب في طب أسيوط بلغت نسبة السقوط فيهم 60%، بمعنى إن في 720 طالب سقطوا من أصل 1200 طالب في سنة أولى طب أسيوط. خد عندك بقى المصيبة التانية، في 366 طالب ساقط في طب قنا سنة أولى برضو السنة دي، ودول بيمثلوا من الدفعة نسبة 71.5% سقوط. يعني نسبة النجاح في الدفعة دي 28.5%. ويجعلوا عامر ثواني، أنا لسه ما خلصتش. في عندك كمان بقى 186 طالب سقطوا في طب أسنان قنا السنة دي برضو في الفرقة الأولى، ودول بيمثلوا حوالي 80% من الفرقة الأولى. يعني اللي نجح بس حوالي 52 طالب وطالبة بس، يعني بنسبة 20% من الدفعة بس اللي نجحوا. ويجعلوا عامر برضو. ده غير بقى ان نسبة النجاح في طب أسنان أسيوط هي 40% بس، وزيد على كده ان نسبة النجاح في جامعة ميرت الخاصة في طب برضو هي 7.5% بس، وبرضو يجعلوا عامر. طيب انا عايزة اوصل معاكم لايه؟ عايزة اوصل معاكم لفكرة ان اكبر كذبة في تاريخ الشعب المصري هي كذبة ان الثانوية العامة هي اللي بتصنع مستقبلك، ان المجموع العالي في الثانوية العامة هو اللي بيحدد مسار حياتك. واللي ما يعرفش لحد دلوقتي ان دي مجرد كذبة وانها مش حقيقة ابدا يبقى شخص بيشتغل نفسه. فانتوا كأهل بتبدأوا تربطوا نجاح ابنكم في مستقبله بمجموعه في الثانويه العامه، وبتصدروا له الفكره دي، وبتضغطوا عليه نفسيا كتير جدا، لدرجه ان الولد بيبقى في حاله نفسيه صعبه جدا، وممكن يجيب مجموع عالي جدا ويدخل بيه كليه قمه زي ما انتوا بتسموها، زي طب او هندسه، لكن بتبقى النتيجه ان الولد اصلا داخل فاقد الشغف وعنده اكتئاب، فبيتكفي على وشه في سنه اولى وبيسقط سقوط ذريع، بيفشل فشل ملوش مثيل، زي الأمثلة اللي قلتها لكم دلوقتي بالظبط. جماعة، ليه بتفهموا ولادكم إن النجاح في الثانوية العامة والمجموع الكبير في الثانوية العامة هو مقياس نجاحك في الحياة؟ ليه بتخلوا ولاد كتير قوي وطلبة كتير قوي يجولي ويقولوا لي واحنا طالما ما حققناش مجموع عالي في الثانوية العامة أو ما نجحناش في الثانوية العامة يبقى احنا كده مستقبلنا انتهى؟ ليه ولد صغير لسه بيبدأ حياته يفتكر ان مستقبله انتهى لمجرد انه ما جابش مجموع كلية قمة زي ما انتوا برضو بتسموها، وبيكون راضي على الولاد دول؟ لا والله، انت كده مستقبلك ما انتهاش، بس برضو ما ابتداش. بمعنى ان انت لو ما قفلتش مجموع الثانويه العامه او جبت مجموع صغير او ما عدتش منها، انت مستقبلك ما انتهاش. وبرضو لو قفلت مجموع كبير جدا وجبت مجموع كليه قمه، انت برضو مستقبلك ما ابتداش، ان محدش عارف انت اصلا هتعرف تعدي في الكليه دي ولا لا، هي مكانك الصح ولا لا، هي هتعرف تكمل فيها ولا لا. وهو بالمثال الحي زي ما شايفين السنة دي عدد الولاد اللي ساقطين في كليات الطب وطب الأسنان وغيرها من كليات القمة بالكيلو، كميات كبيرة جدا من ولادنا عمالة تسقط في سنة أولى. هل ده ما بيمثلش لينا أي مؤشر؟ هل ما بيمثلش إن الولاد دول داخلين مجال مش مجالهم؟ كليات ما عندهمش بيها أي شغف، مجال هم ما حلموش بيه، كليات غير مناسبة لإمكانياتهم خالص، هما بس فضلوا يحفظوا ويصموا ويحفظوا في معلومات ويملوا دماغهم ويحشوها بمعلومات عشان اقدر اجيب كلية القمة، اقدر ادخل كلية طب، اقدر ادخل كلية هندسة، عشان اهلي يفتخروا بيا، عشان الناس يقولوا الدكتور راح الدكتور جه، المهندس راح المهندس جه. بس مش مهم انا حابب ده ولا لا، مش مهم هو ده بيمثل شغفي ولا لا،
مش مهم اي حاجة تانية. المهم يبقى انا ابني ما كانش اقل من ابن جارتي، انا ابني ما كانش اقل من ابن اخويا، انا ابني دخل كلية قمة وفلان ما قدرش يدخلها. هو ده اهم حاجة عندنا، غير كده كلها شكليات. جماعة ارجوكوا خرجوا ولادكوا بره حلم ان انا نفسي ادخل كلية طب عشان بابا كان نفسه يدخل كلية طب، انا نفسي ادخل كلية هندسة عشان افرح اهلي، انا نفسي اجيب مجموع كبير وادخل كلية قمة عشان اهلي يفتخروا بيا. جماعة ولادنا مش مطالبين انهم يجوا يحققوا احلامنا. انت كان نفسك تدخل طب او هندسة ما حصلش نصيب، مش لازم ابنك يحقق لك حلمك. مش معنى ان انت اللي بتصرف عليه وانت اللي بتدفع له فلوس الكلية يبقى انت اللي تختار له الكلية. علموا ولادكم انهم يفرحوا بانهم يحققوا طموحاتهم، يوصلوا لشغفهم، يقدروا يشوفوا هو ايه اللي عاجبهم. مش عيب ان هو يبقى جايب مجموع عالي وانت تقول له خساره المجموع ده لازم تدخل بيه طب او صيدله. افرض هو حابب ان هو يرسم، حابب ان هو يدخل فنون جميله، ده شغف ودي الحاجه اللي بيحبها، خليه يدرس الحاجه اللي بيحبها. ما تخلوهوش مجرد مسخ داخل كليه قمه بيسقط فيها سنه واثنين وثلاثه وتقول هو مصيره يتخرج ومصيره يبقى دكتور. ما هو دكتور هيموت الناس، مهندس هيوقع العمارات على دماغهم. مع نعقل الموضوع كده وبجد بجد بلاش تيجوا على ولادكم وبلاش تخلوهم مجال ان هم تحققوا فيه احلامكم وطموحاتكم. للاسف ولادكم بيطلعوا مشوهين بسبب الفكره دي. ما تحولوش ولادكم لمسخ، ما تحولوش ولادكم لمجرد آلات بتحفظ وتصم وتدخل حاجه مش هي طموحهم. علموا ولادكم يتوجهوا كده ببوصلة جوه نفوسهم وعقولهم للحاجة اللي بيحبوها، للحاجة اللي هيبدعوا فيها. على فكرة الزمن بتاعنا بتاع دلوقتي بتاع زمن الإبداع. الزمن بتاع دلوقتي ده محتاج الفكرة، محتاج ان انت تبدع، مش محتاج ان انت تصم وتحفظ. ارجوكوا يا جماعة مهما كان مجموع ابنك او بنتك، سواء كان حلو ويدخل كلية قمة او كان المجموع قليل وما يدخلهوش الحاجة اللي انت كنت بتحلم له بيها، ارجوكوا ارجوكوا استوعبوا ولادكم واقعدوا معاهم واتكلموا معاهم وبينوا لهم ان دي مش نهاية العالم ومش اخر المطاف، دي بالعكس بداية طريق جديد، بداية طريق هو هيحدد فيه هو بيحب ايه، شغفه فين، قادر يبدع في ايه. سواء كان مجموع كبير او صغير فكر معاه وخليه يبدأ يشغل دماغه ويبدأ يجرب ويحاول. وحولوا ولادكم لمبدعين. المجموع ده مجرد ارقام، مش شرط ان هو جاب مجموع صغير انه ما يقدرش يعمل حاجة. لا، كتير قوي نعرفهم في حياتنا دخلوا كليات القمة ومحدش سمع عنهم، وكتير قوي دخلوا كليات بسيطة او حاجة مجموعها قليل ومع ذلك ابدعوا وكل الناس سمعت عنهم وسقفوا لهم. صدقوني ولادكم امانه في ايديكم، فبلاش تحولوهم لمسخ واستوعبوهم. ونتيجه الثانويه العامه دي مجرد رقم، لسه مستقبله كتير قوي، فما تربطوش نجاحه بالرقم ده. وشكرا ليكم على حسن استماعكم. معلش لو طولت عليكم، بس انا دايما بفكركم وبفكر نفسي انا دكتور ريهام نوير ان احنا لازم يبقى علينا مسؤوليه كبيره قوي، وهي ان احنا نوصل ولادنا لبر الامان، وان احنا نخلي طاقتهم دايما ايجابيه ودايما عندهم امل، ودايما نخليهم احسن منا. احسن منا ازاي؟ مش بكليه ولا بمجموع، احسن منا بنفسيات اهدى، بسلام نفسي، بانهم يكونوا مبدعين، بانهم يشغلوا دماغهم، يفكروا، يوصلوا لشغفهم. شكرا ليكم وبتمنى لكم يوم جميل وباي باي.